وبيبتدي فيلمنا بالقط اللي ملوش مثيل وبيعمل حفلات وبيغني وكمان بيحارب بالسيف، وده كله طبيعي، ولكن اللي مش طبيعي ان هو يلبس حذاء. وفي نص الحفله بيدخل العمده صاحب البيت وبيقول له ايه اللي بتعمله يا قط في بيتي ده، وكمان صورتي وباروكتي. وبيبتدي القط يحاربه وبيهزمه بكل سهوله. وبيفوق وحش المدينه دلمار العملاق وبيحارب القط، وطبعا القط ربطه وحاربه وانتصر عليه، وهيبتدي يحتفل ان هو انتصر على العملاق ويبتدي يغني لهم ويقع جرس العملاق على راسه، ويفوق القط وكمان يودوه لطبيب القريه. وبيروح القط للطبيب، والطبيب بيقول للقط بالمناسبة أنا هنا طبيب للقرية، طبيب وبيطري وطبيب أسنان وكمان طارد للحشرات، يعني 7 صنايع للقرية. وبيقول له أنت محتاج تستجم كده ونقص شعرنا ونقيس درجة الحرارة عشان نطمن على صحتك. والقط بيقول له لا ما تقلقش يا دكتور، أنا زي الفل، أنا زي الطور كمان. وضحك القط وقال له أنا قط يعني ب9 أرواح. راح قال له الطبيب وأنت مت كم مرة يا قط؟ راح قال له مش عارف أنا ما بحسبش. وابتدى يحسب أول موتة ليه كانت في مهرجان الجري مع التيران، أما التانية وهو بيلعب مع الكلاب، التالتة بقى لما راهن حد ان هو يقع من اعلى مبنى وما يموتش، الرابعة لما الاثقال جابت اجله، اما الخامسة كانت من الصاروخ، والستة دي كانت اكل المحار، اما السبعة من حرارة الفرن، والثامنة مع دلمار عملاق. واتصدم القط انهم 8 مرات، واتفاجئ ان هو خلاص عنده حياة واحدة. فالطبيب قال له انت كده ليك حياة واحدة، ووصفتي ليك كطبيب ان انت تقعد في البيت وتستمتع باخر حياه ليك. فضحك القط وقال له انا القط الحذائي يا طبيب اللي كل الناس بتحبه، يعني ما ينفعش اقعد في البيت. وقال له بص ده عنوان ماما لونا عشان تقعد هناك في امان وتحافظ على حياتك، وهتبقى هناك الدنيا بالنسبه لك كويسه. اما بص سابه ومشي وخد العنوان معاه، وراح بص علشان يشرب كوبايتين قشطه كده يروق على حاله. وهو بيشرب لقى ذئب قعد جنبه وقال له انا ما صدقت لقيتك يا قط. وراح قال له كمان القط بشحمه ولحمه. في المره دي القط خاف بجد على حياته، وبيعرفه بنفسه الذئب وبيقول له انا الذئب اللي بدور على الناس اللي على راسهم جوايز واسلمهم علشان اكسب. وبيوريه اعلان ان اللي يقبض على بص هياخد فلوس. وابتدى بص يخاف على نفسه جدا، وبيقوم بص بسرعه بيقول له انت مش قد القط الحذائي، وبدا يقاتله وبيتصدم من قوه الذئب وانه مقاتل قوي. وكمان الذئب بينتصر على بص، وبص في المره دي بيخاف على حياته جدا، وبيبتدي الذئب يشم رائحه الخوف بتاعه القط وبيهرب منه القط بسرعه. ودي تكون اول مره القط الحذائي يهرب من موقف او حرب، وبيقرر انه ياخد طريقه لماما لونا، وبيقلع القط الحذاء والقبعه وكمان حزامه وبيودع القط الحذائي، وبيفتكر ان قد ايه كان اسطوره ولكنه خسر سيفه مع الذئب. وبيخبط على باب ماما لونا واخدته ونضفته وابتدت تعرفه على بقيه القطط، ولكنه هو كان بيحاول يتاقلم على حياتهم وما كانش عارف لانه كان شايف نفسه القط الحذائي. وبتظهر بنت اسمها غولد ومعاها 3 دبب، بابا وماما وبيبي، وبتمشي ورا اثار اقدام القط. وابتدت الدبب تتتبع الاقدام بالريحه بتاعتهم. وابتدى بص يتعرف على قط بيقول له على فكره انا مش قط، انا كلب بس متنكر وكمان بيتكلم زيك. وبيفضل بص ان هو يقعد لوحده. وهم قاعدين دخلت عليهم غولد وال3 دبب، واما القط افتكرهم الذئب وراح استخبى بسرعه. ومسكوا صاحبه المنزل وقالوا لها احنا بندور على القط الحذائي الاسطوري، فين هو؟ ابتدوا كمان يجيبوا كل قط يشوفوه شبه الصوره ولا لا، لدرجه ان هم ما عرفوش القط الحذائي من غير حذائه. واما الدبب الريحه اخدتهم للقبر اللي دفن فيه القط الحذائي حذائه، وابتدوا يقولوا ان اكيد مات وان هو قاعد. اما القط كان بيراقبهم من بعيد انهم عايزين ايه منه، ولكنهم كانوا محتاجينه لانهم محتاجين الخريطه يسلموها النهارده، ومحتاجين بس القط الحذائي هو اللي يسرقها علشان يحصلوا على نجمه الاماني. ولكن القط فكر في مصلحته برضه ان هو يعمل ايه، يروح يحصل على نجمه الاماني ويحصل على 9 ارواح مره تانية، وهو الوحيد اللي هيعرف يسرق جاك. وبيساعده الكلب بيرو بيطلع له ادوات اللي هما الحزام والحذاء والقبعه. ورفض بوس ياخد بيرو لان القط الحذائي بيعمل كل حاجه لوحده. ووصل القط الحذائي لجاك هورنر اللي بيحب السحر والالعاب السحريه، وبيراقب البوابه اللي هي مصنع جاك. وبيوصل بيرو الكلب وبيحضر له عصايه وبيقول له دي بدل السيف اللي ضاع منك يا بوس. واستنى بوس جاك ينشغل وراح للصندوق علشان يسرق الخريطه، واكتشف ان في قطه تانية اسمها كيتي، وبيتفاجئوا ببعض والظاهر ان هما يعرفوا بعض كويس قوي. ودخلت الدبب مع غولد وجاك مش بيسمح لها، وبيكتشف ان الخريطه مع بوس وكيتي، وبوس وكيتي بيضربوا الحراس وبيطلعوا بره، وبيكون مستنيهم بيرو الكلب. وطول الوقت بوس وكيتي بيتخانقوا على الخريطه، وبيلاحظ بوس ان الذئب بيراقب وسط كل الناس. وابتدى جاك يجمع كل ادواته السحريه، عصايه بيكرز، يجمع كل الادوات اللي ممكن تفيده بمعنى صح
صح عشان يحصل على الخريطة. وبدأ جاك يشوف طريقهم فين علشان يمشي وراهم، وبوس وكيتي فتحوا الخريطة سوا وابتدت تقول لهم انهم لازم يبدأوا بالغابة المظلمة علشان يلاقوا نجمة الأماني، وبدأوا يتخانقوا على مين فيهم هيبقى طول الطريق شايل الخريطة. عرض عليهم الكلب بيرو ان هو يشيلها ولكنهم رفضوا، وبدأت الدببة تتبع طريقهم وكمان جاك. وأول ما وصلوا الغابة المظلمة ودخلوا فيها لمكان ملون وابتدوا يفتحوا الخريطة، وكل طريق لكل واحد ليه بصمة معينة، وابتدى بوس يحط بصمته لأوادي كل نار وأرواح وحاجات تخوف كتير. وابتدت كيتي تحط بصمتها، لقيت انها لازم تعدي مستنقع الأحزان وجبال وطرق تخوف أكتر منه برضه. وابتدى بيرو يحط بصمته، ولكن لقيوا طريقه هو الوحيد اللي ينفع يمشوا فيه، طريق جميل ومليان ألوان. وابتدى بيرو هو اللي يشيل الخريطة غصب عنهم، وأول ما مشوا في الطريق الدببة ابتدت تتبعهم. وأما بوس وكيتي وبيرو ابتدوا تقابلهم أزهار قاتلة، وابتدوا يتفاجئوا ان هم مش عارفين يموتوها ازاي، وابتدت تكتر اكتر وتضايقهم. ولكن بيرو الكلب اللي مستهونين بيه قال لهم على السحر في ان هم يبعدوا عنها، ان هم يبتدوا يقربوا منها ويشموها وهي تبعد عنهم بسرعة. وابتدوا يسألوا بيرو وانت ايه قصتك بقى يا بيرو؟ وابتدى يحكي لهم انه كان عايش مع عيلة بيحبها جدا جدا، وابتدوا العيلة دي يرموه ويبتدي يرجع لهم تاني، لدرجة ان هما مرة حطوه في كيس كمام ورموه ورجع لهم تاني. وبعد كده جربوا يحطوه في شراب ويرموه وابتدى يقطع الشراب ويرجع لهم تاني. اخر مرة اضطر ان هما يحطوه في صندوق يقفلوا عليه ويحطوه في النار، ولكن في المرة دي معرفش يوصل لهم. فقالوا له وانت يا بيرو مالكش امنية بقى؟ فراح قال لهم لا انا ما عنديش امنيه، انا كفايه عليا الستره اللي انا لابسها بتاعه الشراب واتنين اصحاب زيكم، فهتمنى ايه تاني اكتر من كده؟ انا مش محتاج السحر ده. وابتدى جاك يهاجم غولد ودخلوا وسط الازهار وابتدوا يقلعوها وابتدت تموتهم. واما جاك خرج كل الاسلحه السحريه لحد ما وصل للبغبغان السحري اللي هيحرق كل الاوراق دي. واما بص وسط الحر ده كله ما كانش طايق دقنه، واضطر ان هو يخلي كيتي ان هي تحلقه له. ووصل جاك واخد الكلب بيرو وابتدى يهدد بوس وكيتي بيه. واما الدببه اخدوا راجل من رجال جاك وابتدوا يهددوه فقال لهم مش عايزه. وابتدى بوس وكيتي يتهددوا بالكلب بيرو، وابتدى بوس يخاف ويوقع ويفقد الخريطه اول ما شاف الذئب بيطارده، وبيطلع يهرب وبيروح وراء الكلب بيرو وبيلاقيه. وبوس بيحكي له الحكايه كلها وبيقول له ان دي اخر حياه ليا والذئب بيهددني وبيطاردني كمان. وبيحكي له ان بعد سرقه سانتا كلوما ابتدت كيتي ان هي كمان ما تثقش فيه، فهو خايف ان هو يخسر كيتي. وكانت كيتي في نفس الوقت بتسمعهم ومش بتبين ده. اما غولد والدبب اخدت الخريطه وابتدت تتبع الخطوات، ولكن اللي كان غريب ان الخريطه بتدلهم ان هم يمشوا على البيت، وابتدوا فعلا يدخلوا بيتهم اللي وحشهم. وابتدت غولد تلاقي كتابها اللي عليه نجمه الاماني وتسرح بخيالها وترجع للذكريات. وبوس وكيتي بيراقبوهم وبيوصلوا للبيت. واما بوس وكيتي في المره دي سرقوا الخريطه فعلا، واكتشفت غولد وابتدت تهاجمهم. واول ما فتحوا الخريطه بعدوا عن غولد، ولكن غولد اخدت بيرو الكلب منهم وابتدى يطلع سور من الارض حوالين بوس. واما بوس قال لكيتي روحي انت انقذي بيرو الكلب وانا هحاول اطلع من هنا. وابتدى بوس يشوف ارواحه الثمانيه حواليه. واما غولد اخدت بيرو تعمله مصيده للي هينقذه. واما كيتي اخدته بكل سهوله وبدلته بسمره وقفلت على غولد والدببه كمان المصيده. واما بوس ظهر له الذئب وكسر الحاجز وابتدى بوس يخاف ويهرب منه، ولكن كيتي جت وهو بيهرب وافتكرته ان هو بيغدر بيها وبياخد الخريطه وبيجري علشان يوصل لنجمه الاماني قبلها. ووسط ما بوس بيجري لقى مكان النجمه ودخل هناك وفتح الخريطه، ولكن كيتي اتضايقت جدا لان افتكرت بوس بيخدعها. ووصلت له وقالت له انت عارف يا بوس ان امنيتي القى شخص اثق فيه، وانا ظنيت اني وصلت له بدون النجمه اللي هو انت يا بوس، ولكنك خدعتني مره تانية. فقال لها بص على فكره يا كيتي انا دي اخر مره ليا، انا بعد كده هموت، لازم اخد الارواح التسعه. وقال لها بص انا عايز استعيد ارواحي يا كيتي. وقال لها الموت بيلحقني وحتى كمان جاك بيطاردني ومش سايبني في حالي. وقال لها الذئب كمان بيطاردني. وبدا جاك يوصل وغولد والثلاث دبب وابتدوا يهاجموا بوس وبيتخانقوا كلهم على الخريطه لحد ما بيرو الكلب بيحضرها البوس. وابتدى الذئب يظهر تاني البوس ويخوفه، وجاله قال له بص المره دي انت مش هتهرب مني، انا جبت لك السيف بتاعك كمان عشان تعرف تحاربني زي ما بحاربك. وابتدى بوس يستعيد كل الذكريات
مات قبل ما يحاربه ويموت، واخد السيف منه وقال له هي حياة واحدة ومفيش هروب وانا هبتدي اقتلك، وابتدى يحاربه بكل قوة لحد ما بوس هزم الذئب. راح الذئب قال لبوس على فكرة يا بوس انا جاي هنا اهزم واحد متكبر شايف نفسه ولكن انت بطل، وراح سابه ومشي. وادى الخريطة لكيتي وقال لها اتمني، قالت له لا انا اللي كنت بتمناه لقيته. وجاك بعد ما حط بوس في الشنطة اضطر ان هو ياكل وجبة سحرية وبقى شخص ضخم، وابتدى يطلع منها وابتدى يتخانق معاهم على الخريطة، وابتدى يتفق كيتي وبوس مع غولد والتلات دبب وقطعوا الخريطة قبل ما جاك يتمنى حاجة، وابتدت النجمة تتكسر بالنص وتبتلع جاك. وابتدى بوس يقول لكيتي انتي الحياة الوحيدة اللي انا بتمناها يا كيتي. اما كيتي وبوس وبيرو تعهدوا ان هم يبقوا اصدقاء مع بعض، وابتدت كيتي وبوس يدوروا على مغامرات تانية ويشوفوا اصدقائهم اللي ما كانوش بيشوفوهم، وعرفوا قد ايه ان الصداقة اهم حاجة.